السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اقتراح هذا النهار ان شاء الله غيكون طريقه تحضير الفقاس بالقرقاع وباللوز. منسم بنسمه اللي هي زوينه. مقرمش كيتقطع هكا رقيق، شي حاجه اللي زوينه اكيد. الا جربتوه غادي يولي عندكم شي حاجه اللي معتمده. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا جميع الاسرار باش يجيكم ناجح ومقرمش. وبسم الله على بركة الله. هنا في واحد القصرية غادي ندير 3 ديال البيضات، غنزيد معاهم كاس لاروب ديال السكر سنيده، ممكن تمشيو حتى الكاس. انا كيعجبني نقص الحلاوه من الحلويات هكا باش ما كيجيوش يعني فيهم الحلاوه بزاف، فيهم السكر بزاف، ما كيجيوش كيقهموا. المهم كاس لاروب. هنا قبيصه ديال الملحه. غنزيد هنا باش غادي نكاه بواحد المعلقه ديال السكينجبير، معلقه تكون كبيره ديال السكينجبير، ومعلقه ديال القرفه. من الاحسن تكون قرفه بلديه باش كتعطينا ديك النكهه اللي زوينه ومجهده. كنخلط غير بالفوي اولا بيدي، يعني الطريقه اللي ساهله. من بعد فغادي نزيد نص كاس ديال زيت نباتيه، وغادي نزيد نص كاس ديال الزبده اللي ذوبتها حتى ولات نوازيط. طريقه باش تولي عندكم زبده نوازيط كديروها فوق البوطه على نار مهيله وكتخليوها حتى كيتبدل اللون ديالها. زدت عليهم نص كاس ديال الحليب ونص كاس ديال الماء ممكن انكم تزيدوا فيه النكهه ديال الزهر، اولا ممكن في بلاصه الماء ديروا نص كاس ديال الزهر. انا هنايا درت الماء وغادي نزيد النكهه ديال اولا الروح ديال الزهر. صافي كنخلط هاد المكونات هادو كاملين. ممكن كذلك تضاعفوا الكميه، لان هاد المقادير اللي عطيتكم كيخرجوا واحد الكميه اللي هي بسيطه، زعما ماشي كميه اللي هي كثيره. ومن الاحسن في الحلوى فديروا يعني غير الجهد اللي غادي تاكلوا في واحد الوقيته، يعني باش ما كتبردش وكتبقى لكم طريه ومقرمشه. هنايا فدرت الروح ديال الزهر تقريبا واحد المعلقه. صافي غادي نخلط وغادي نبدا نزيد في الطحين، وغادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى، تقريبا نص باكيه، نص خماره كيف ما كتشوفوا معايا. وغنبدا نزيد في الطحين ونخلطو غير برؤوس الاصابع، يعني الطريقه راها معروفه. العجينه ما كتكونش قاصحه وما كتكونش رطبه. غادي نقطعها لجوج كويرات. من بعد فانا فرشت واحد البلاستيك وغادي نبدا نطلقها على هذا الشكل. شوفوا يعني رققتها. هنا عندي طبسيل فيه القرقاع وفيه اللوز. ممكن ديروا غير القرقاع بوحدو، ممكن تخلطوا يعني ديروا الاكاجو، ديروا يعني جميع المكسرات اللي عندكم. وهنايا عندي بياض البيض اللي دهنت به داك العجينه كلها. انا دهنت غير بيدي باش نتحكم في يعني في العجينه. وغادي نبدا نستف في هذا القرقاع وفي هذا اللوز بهذه الطريقه. كنديروا بياض البيض باش كيلصق لينا وكيثبت داك القرقاع وداك اللوز راه غير كناخذوه كنمسحوه، ما مرطب ما حتى حاجه، لا هو لا القرقاع، يعني ما محمرين ما مرطبين، فقط يعني كنمسحوهم من ديك الغبره اللي فيهم. من بعد فكندهن اليد ديالي كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه ببياض البيض. من بعد فكنثبت دوك المكسرات اللي عندنا بهذا الشكل هذا باش كيثبتوا مزيان، ماشي نلويو وكيهربوا، يعني كيبقاو مرتبين. صافي من هنايا كنبدا كنلوي كيف ما كتشوفوا معايا وانا كنضغط، يعني ما تخليوش داك الهواء يكون الوسط باش كتجي عندكم العجينه متماسكه وما كيجيش داك الفقاس خاوي من الداخل. انا كنرولي وانا كنضغط بيدي بهذا الشكل هذا، يعني كنبرك باش دوك الفراغات كيعمروا بهذه الطريقه حتى كنكمل هذاك البودان اللي عندي كامل بهذا الشكل وانا كنضغط. صافي وغادي ناخذو غادي نبدا نخبط على سطح العمل بهذه الطريقه. يعني ضروري ديروا هذه العمليه باش ما كيطردكش عندكم في الفران، وباش يعني داك القرقاع وداك اللوز كياخذ بلاصتو لداخل في العجينه. من هنايا غادي ندهن الوجه ديالها ببياض البيض، وغادي ندير اللوز ايفيلي. غادي نزين باللوز ايفيلي
هذا الشكل يعني كديروه في ديك البلاستيك وكتبقاو كتلويو غير داك الوجه باش كيتلبس مزيان. ممكن ما بغيتوش ديروا اللوز ايفيلي، ممكن انكم ديروا غير البيضه وكديروا معها نسكافيه وكتزينوا يعني بالطريقه العاديه اللي كنزينوا بها الفقاس ديال الزرارح بنسكافيه اولا بقهوه سريعه الذوبان والبيض صافي وكتشرطوا. هنايا هذا يعني كيجي الشكل ديالو زوين، وكيجي كذلك شي حاجه اللي هي بريستيج وشي حاجه اللي هي راقيه بزاف بهاد اللوز ايفيلي. المهم ملي كديروا اللوز ايفيلي كتاخذوا واحد الكوردون وكديروا ثقوب على هاد الشكل هذا، ضروري ما تثقبوش ما كيتفرقعش في الفران. وكنثبت على هذا الشكل هذا، ومن بعد فملي غادي نديرهم في اللاطه غادي نعاود ندهنهم ببياض البيض. الفران كان يكون بارد، كندخلوا الفقاس وكنخليو الفران مفتوح، واحد جهه مسدوده واحد جهه مفتوحه وعافيه اللي ناقصه بزاف مهيله، يعني عطيوهم وقتهم في الطياب هكا ما كيتفرقعوش. شوفوا معايا اللون اللي خداو يعني حتى كيطيبوا كنشوفوهم طابوا وتحمروا من التحت، فكنديروا العافيه من على الوجه حتى كيتحمر داك اللوز. من بعد ملي كنخرجوهم كنلويهم في واحد المنديل اللي كيكون هكا يعني نقي، كنفزقوه مزيان بالماء وكنعصروه مزيان، يعني كيكون داك غير من الدي. كنلويوهم حتى كيبردوا، من بعد كنلويوهم في السلوفان وكنخليوهم يباتوا ليله كامله. الغد لي عاد كنقطعوه، يعني ضروري تستخدموا هذا الكيتوغ هذا، مخليه غير خاص غير الفقاس هكا ما كنبغي نقطعوه، وكتقطعوه رقيق فراه كيتقطع بلا كسور، ويعني ضروري تقطعوه رقيق على هذا الشكل هذا باش كيجيكم مقرمل. فيه واحد الريحه ما نعاودش لكم عليها، يعني جربوه وردوا عليا في التعاليق. من بعد ملي كتقطعوه هكا فغادي تستفوه في اللاطه وغادي تعاودوا تدخلوه للفران عافيه اللي كتكون مهيله. يعني الحاجه الا بغيتوها الحلوه كامله الا بغيتوها تجيكم مقرمشه وتجيكم زوينه، فضروري ما كتنقصوا العافيه باش كتاخذ واحد اللون اللي هو موحد وكتجي مقرمله بحال الداخل بحال برا. وهذا هو الشكل ديالو بعد ما طاب وتحمر. شوفوا معايا شحال كيجي رقيق يعني وكيجي محمر. فكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. لاول مره كيشوف القناه كنقول له مرحبا بك، اشترك فعل الجرس باش يوصلوك جديد الفيديوهات، والى فيديو قادم ان شاء الله.